في فيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا موجودة في جهازك يمكن ما كنتش واخد بالك منها، وهي ميزة الفيرتواليزيشن أو بالعربي الظاهرية. الميزة دي تقدر تشوف حالتها بسهولة. كل اللي عليك تفتح تاسك مانجر وتروح لتبويب Performance، وهتلاقي هنا مكتوب Virtualization، وممكن تلاقيها Enabled أو Disabled. طيب إيه فايدتها؟ وليه لازم تفعلها؟ 2. تشغيل ويندوز سيمباكس 2، برنامج محاكاة مثل VirtualBox 3، ألعاب حديثة أو برامج حماية متقدمة. الميزة دي بتخلي جهازك يقدر يشغل أنظمة وهمية زي ويندوز ساندبوكس، وده بالظبط اللي أنا فعلتها عشانه. ساندبوكس بيسمح لك تجرب أي ملف أو برنامج في بيئة آمنة ومعزولة بعيد عن نظامك الأساسي، وده بيحمي جهازك من أي فيروسات أو مشاكل. وكمان Virtualization مهم جدا لو بتشتغل على برامج زي VirtualBox أو VMware لتجربة أنظمة تانية، أو حتى لو بتلعب ألعاب حديثة محتاجة تقنيات افتراضية علشان تشتغل بكفاءة. يعني باختصار تفعيل الخيار ده هيساعدك في 1. حماية جهازك باستخدام ويندوز ساندبوكس. 2. تجربة أنظمة تشغيل افتراضية. 3. تشغيل بعض البرامج والألعاب بشكل أفضل. إزاي تفعلها خطوة بخطوة؟ من البايوس. يلا بينا على الشرح، وما تنساش تصبح على عقلك يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد من قناة كلام مش هيخلص، وصفحتي على فيسبوك غاوي إديتور غاوي تعديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشرح أرجو منكم تدعوا لي أستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. هتقفل كل ده وهتعمل إعادة تشغيل الكمبيوتر، وقبل ما يعمل إقلاع هتدوس على F10، والاختيار ده بيختلف من بوردة للتانية. يعني ممكن تلاقي بوردة بتدخل من F12 أو F11 على حسب. بعد ما تدخل على البايوس BIOS هيفتح معاك شاشة زرقاء بالشكل ده. هتروح إلى Security، أنا بتحرك هنا من الكيبورد، هتنزل لتحت من الأسهم الكيبورد، عندي خيار اسمه System Security، ثم الضغط على مفتاح Enter. هتفتح معاك القائمة دي. ما تخافش، ما تتخضش، ما تتلخبطش، وكون حذر. كل حاجة أنت بتعملها هنا واسمع الفيديو بدل مرة قبل ما تعمل أي حاجة. اكتب ورايا الخطوات أو اتفرج من خلال الموبايل وانت بتعمل الخطوات، وخلي بالك لو النور قطع في الحتة دي أنا مش مسؤول. يعني ده آخر كلام عندك؟ ومفيش غيره. اطمن على كارت شاشة إعداد الكهرباء، واختار ميعاد مناسب النور يكون شغال فيه مش بيقطع. اللهم بلغت اللهم فاشهد. هتنزل عندك تاني اختيار ده اللي اسمه Virtualization Technology VTX، هتلاقي قدام كلمة Disabled يعني مش متفعل. انت هتخليها Enabled من الأسهم الكيبورد، سهم شمال أو يمين. بعد ما تخليها على Enabled هتدوس على F10، بعدين هتطلع عند أول كلمة وهتدوس سهم شمال، وهتروح عند أول اختيار اسمه File، وهتنزل عندك خيار اسمه Save Changes and Exit. هنا بيقول لك Save Changes and Exit. Are you sure you want to save changes and exit؟ طيب ترجمة الكلام ده إيه؟ بيقول لك يا عم حفظ التغييرات والخروج. هل أنت متأكد من أنك تريد حفظ التغييرات والخروج؟ يعني بكل بساطة أنت موافق على التعديلات اللي أنت عملتها دلوقتي. ثم الضغط على كلمة Yes عشان تأكد العملية. أول ما تدوس على Enter الكمبيوتر هيعمل إعادة تشغيل كذا مرة، وهيعد أرقام كتير، وهيجيب لك كلام إنجليزي، وهيطول. ما تخافش، ده كله عادي. أنت هتسيبه خالص وأنت قاعد كده. عاوزك كده تقول يا رب النور ما يقطعش، يا رب النور ما يقطعش. أنا هخاف من إيه؟ لأن لو النور قطع في الحتة دي ربنا معاك، ممكن الكمبيوتر يجيب وردة لا قدر الله. بعد ما خلص والحمد لله فتح والنور ما قطعش الحمد لله. بص يا سيدي، هتفتح عندك مدير المهام. من شريط المهام كليك يمين ثم مدير المهام، أو من الكيبورد الضغط على كنترول شيفت اند مع بعض تفتح معاك القائمة دي. هتختار الأداء، وفي الأسفل هتلاقي عندك خيار اسمه الظاهرية. زي ما انت شايف الاختيار اتفعل الحمد لله. كان معكم أخوكم أحمد الغاوي، وسلام.